لبالكم اخر اخبار جزائريين. الماك هما اللي يسبوا الشاويه. الماك تاع القبايل هما اللي يسبوا الشاويه في السطاد، في ملعب وهران او ملعب ولاد بختة. من شتم الشاويه هما ولاد فرنسا، هما الماك اللي كانوا يبوسوا في يد ماكرون ثاني. هذوك هما القبايل، هم اللي ودي ماكيست. فهمت؟ ولاد فرنسا. فهمت ولا لا؟ اللي قتل جمال بن اسماعيل الماك، اللي حرق بلد القبايل الماك، اللي نوض العشريه السوداء هذاك الوقت ما كانش الماك وشوا القبايل. فهمتوا؟ اللي دار لاشين على الحليب الماك، هو اللي دار الازمه هذيك تاع الحليب، لانه حميتوش قبايلي، هو اللي يحكم الحليب، ما حبش يمده لهم. على به دار لهم ازمه تاع الحليب في الجزائر. كانت ازمه الزيت، حاكمها ربراب قبايلي ثاني، هو اللي دار لهم ازمه الزيت. ازمه السيوله، القبايل الكل خباو، ما حبوش يخباو في لي بانك، خباو في ديارهم الدراهم هذوك، لانه باش يشريو بهم السلاح للماك. سمعتوا ولا لا؟ الماك هو اللي دار كلشي. سمعتوا؟ اي قتيل او اي جرم او اي حاجه صارت في الجزائر او دارها الماك، دارها الدا فرحات مهني. فرحات مهني هو اللي دارها. فهمتوا ولا لا؟ لانه لي ماكيست هما ولاد فرنسا والقبيل هما ولاد فرنسا. لي زالجيريا كل الحق، ما يتساش واحد انا في فرنسا. كش ما لقيتو جزائري انا في فرنسا ما كانش. كش ما لقيت واحد من الغرب هنا والو. الشاويه ديروا في بالكم، ما سبوكمش الوهارنا وسبوكم لي ماكيست، سبوكم القبايل. فهمتوا خوتي؟ الشاويه ما سبوكمش. نو نو. لا الوهارنا ناس مليح، ولات بختة. ولات بختة ناس ملاح. ولات بختة بكل صراحه ناس ملاح. ولات بختة يعني بكل صراحه، ولات بختة ناس ملاح، ما يسبوا ما والو، ناس ملاح. عمري ما ساج كش ما لقيت ملها في عند ولات بختة. كش ما لقيت ملها ولا قول كش ما لقيت بوط دو نويل فما، ولا لقيت بيوت دعاره، ولا لقيت معمرها ما ساجد. فهمتني كيفاه ولا لا يا اخي ولا لا؟ شكون يقاوم اليوم في المغاربه؟ اليس ولات بختة؟ هما اللي يقاوموا ولات بختة، هما اللي يقاوموا في المغاربه الحق. خاوتنا المغاربه يقاوموا فيهم ولات بختة. شكون اللي يخرج فرنسا؟ ماهمش ولات بختة. ولات بختة هما اللي يخرجوا فرنسا الحق، يعني بكل صراحه. قاوموا الاتراك. ولات بختة قاوموا الاتراك. الكراغيله على بالك شكون هما؟ الكراغيله هما الشاويه والقبايل يا اخي ولا لا؟ كش ما لقيت انت شهيد فلوراس ولا جرجره؟ لا مستحيل. ولات بختة اللي عندهم الشهاده الحق، ربي يبارك يعني. شهاده في سبيل الوطن. بختة مجاهده عظيمه. بختة غنى عليها الشاب خالد. فهمت ولا لا؟ الجهاد هو نوعين. الجهاد هو نوعين. هو جهاد الدفع والدفاع وجهاد طلب. لكن النوع الثالث اللي ما عرفتوش خلاص هو جهاد الرقص. هذا تلقى عند بختة المجاهدة. بختة هي الوهرانية معروفة، المجاهدة بختة بالرقص. مجاهدة راقصة لإسبانيا ولتركيا. فهمتوا ولا لا؟ قاومتهم بالرقص. قاومتهم بالرقص بكل صراحة. المهم نتهلاو خوتي الشاوية. ايث ما شاوية نتهلاو باللي أنا القبايل اللي نسبنكم، وباللي اللي ندينا نيسغيه الماك هو اللي حاب يدير الفتنة. شري هذوك اللي في الصطاد الفما باش يسبوا الشاويه. فهمت؟ باش يدير لكم التفريقه. مليحه سياسه العدو الخارجي هذه. مليح كي تخلق عدو خارجي باش تلصق فيه كلش. اي حاجه تصرع فلان، اي حاجه تصرع الماك، اي حاجه تصرع الماك. هذه من محاسن العدو الخارجي. كلمه العدو الخارجي هذه من محاسنها. شكون اللي دار؟ المغرب. ولا نعطيو بلومو هذاك تاعكم المليح خير المروك. شكون اللي دار؟ الماك. شكون اللي دار؟ فرنسا. تسمى المغرب وفرنسا. او نسيت خلاص. اللي يطبعوا معه كله هو اسرائيل، الصهاينه. لانه الماك مطبع مع الصهاينه، والمغرب مطبع مع الصهاينه، وفرنسا كيف عندها علاقات نورمال مع الصهاينه.
تسمى هذو الربعه هما اللي قاعدين يديروا في الفتنه هذه كلها داخل الجزائر. الايادي الخارجيه او العدو الخارجي. فهمتوا ولا لا؟ ديروا في بالكم. حتى اذا جبتوا دلائل باللي الماك خاطي، اذا ماشي الماك هو اللي شرا هذوك في الملعب، شراهم المخزن. اذا ماشي المخزن او شراهم ماكرون. اذا ماشي ماكرون او شراهم بنيامين من هي. فهمتوا ولا لا؟ لا نتنياهو. فهمتوا ولا لا؟ ديرها مليح في بالك. في الجزائر اي حاجه تخص اي الماك. من قتل جمال بن اسماعيل على ماك. هل رأيت يوما في خطاب لماكيست انهم استعملوا الدين؟ تسمع الله اكبر، او تسمع الرب يسوع، او تسمع موزو، تسمع التلمود، ولا تسمع والو. جامي تلقى خطاب فيه الدين. نتحداك روح لا ريبيبليك، لا باستي، روح لستالينغراد، جامي تسمع عندهم الدين. لي ماكيس جامي يهضروا بالدين، جامي يهضروا بالدين. ما يستعملكش خلاص الدين. هما علمانيين، ماشي قضيتهم كونتر الدين، لا. هما علمانيين في خطاباتهم السياسيه، يتكلمون عن السياسه فقط. نضال سياسي بعيد عن الدين. الدين يجبدوه وحده، ما يجبدلكش خلاص الدين. فهمت؟ الدين ما يجبدوه، ما يحوس عليه. هذا هو الماكيست باش تعرفوه مليح. ما يدخلك الدين، ما يسب الدين، ما يحوس على الدين. هذا هو الدفرحات، وهذا هو مال الجوفرنمون تاع الماك باش تعرفوها مليح. ولكن اذا لاحظتوا في جمال بن اسماعيل تسمعوا الله اكبر. ربي يبارك لي ماكيست ولاو كل يقولوا الله اكبر. كي كانوا يحرقوا في جمال بن اسماعيل، لي ماكيست كل يقولوا الله اكبر. رغم انه هذاك تاع جمال بن اسماعيل اللي ناديو بها الجزائريين هذو بزاف، يقول لك القبائل حرقوا جمال بن اسماعيل. نعم حرقوا جمال بن اسماعيل، نعم. نعم القبائل حرقوا جمال بن اسماعيل، وما يجيش قبيلي هنا ويقول لك لا ما حرقناش. نعم حرقوا جمال بن اسماعيل. ربي يرحمه جمال بن اسماعيل. لكن تخيل انت تجي في الجوفرنمون اللي اسمه شعبان، يخدم في الجوفرنمون بوليسيي، واش يقول لهم؟ يقول لهم هذا هو اللي حرق. تخيل انت امك ميته محروقه، وخوك محروق، ومرتك محروقه، وباباك محروق، 360 واحد ماتوا. تخيل هذو محروقين. في بالك انت ردة الفعل، ردة فعل تاع اي جزائري ولا اي انسان، ردة فعلك انت كي يقول لك باللي هذا هو اللي حرق لك امك وحرق لك اختك وحرق لك باباك. قول كي يقول لك باللي انت واش دير؟ واش دير عزيزي؟ قول لي بكل صراحه واش دير؟ تبوسوا؟ تخيل الضغط هذاك تاع الشعب هذاك، ويقولوا له هذا هو اللي حرق لكم باباكم، حرق لك باباك ومرتك واختك وولدك. تشوف في ولدك مشوط ويقول لك هذا هو اللي حرق. واش دير انت؟ اكيد السن بالسن والعين بالعين والبادي اظلم. 360 ماتوا بالحريق. وماش قضيه راح لك الخيرات نتاعك برك، نو نو نو، راحت لك حوايج بشريه. ولدك الكبده نتاعك تشوف فيه محروق. شكون اللي قالها؟ قالها شعبان البوليسي، هو اللي قال لهم هو كي اللي يحرق. هزوا في الفرقون، هو كي اللي يحرق. باينه هذيك القضيه، باينه خلاص. انا تلقى الجزائريين الكل يتنعموا بها، القبائل حرقوا. انا واحد من الناس بكل صراحه، لو كان جيت لفما نشوف ولدي تحرق وبنتي تحرق ويما تحرق ولا اخرى من